مساء الخير او صباح الخير حسب ما انتم ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة هنعمل كبسة بالفراخ ومعاها بقى شوية زبادي شوية دقوس. ويلا بينا نبدأ. هنجيب حلة نحط فيها معلقة سمنة، ننزل عليهم بشوية زيت، نجيب بصلة كبيرة متقطعة ونشوحها. الكبسة بتحب البصلة تكون غامقة شوية، تكون غامقة. غمقوا البصلة جدا كأنكم بتعملوا رز السمك. رز السمك عشان ياخد اللون البني ده لازم البصلة تكون يعني شبه محروقة. إيه كده، هي خلاص رايحة تدبل معانا وتاخد اللون اللي احنا عاوزينه. كده غمقت معانا، ننزل عليهم ببشر جزراية. الجزر حلو، بيدي تسكيرة كده للكبسة، بتبقى طعمها لطيف، فجربوها هتعجبكم. الكبسة عامة معروفة ان الفراخ بتكون مدفونة جواها او اللحمة، وفي ناس تانية بتعملها بس بتروح شايلة الفراخ وبت بعد ما بتستوي بتروح مطلعاها وتحطها في الفرن ايه تاخد ايه لون. انا حبيت ان انا اخليها تبقى حلة واحدة. بعد ما خدت معانا لون هننزل بمعلقة كبيرة من بهار الكبسة وسبع بهارات وقرفة وفلفل اسود وحبهان وعودين قرفة. هي الكبسة معروفة انها بتحب بهارات كتير شوية، ممكن كمان تحطوا لومي، اسمه ايه ده، ورق لورا. الحاجات دي كلها منكهات بتخلي طعم الكبسة لطيف. هننزل عليهم بمية مغلية تغطي كده الفراخ ونسيبها لحد ما تستوي. وزي ما قلت لكم انتوا ممكن بعد ما تستوي تشيلوا الفراخ وتدهنوا بقى وشها صلصة، تبلوا الصلصة بملح وفلفل اسود وشوية بهارات وتروحوا مدخلينها الفرن. هنا بعد ما استوت معايا انا ملحتها كده، تعملوا بالشوكة كده تشوفوها استوت ولا لأ. ننزل عليها ب3 كوبايات رز، رز بسمتي طبعا. اللي بيحب زبيب طبعا يضيف الزبيب مع الرز، الزبيب بيبقى حلو جدا مع الكبسة. هنجيب طاسة نحط فيها شوية زيت وننزل بأي مكسرات عندنا، ونضيف شوية زبيب. ضيفوا الزبيب في الآخر عشان الزبيب على طول بينفخ ويغمق، يعني انتوا حطوه في الآخر خالص. وبكده خلصت الكبسة بتاعتنا وبالهنا والشفا. حط عليها شوية مكسرات، مع ناكلها شوية مع زبادي، ناكلها مع سلطة صلصة دقوس. ولو حابين ان انزل لكم طريقة الصلصة اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وان شاء الله كل يوم انزل لكم بوصفة جديدة. شكرا.